ديروكي فاجن خدي رولك هاري جرينج بود بيك أنينا جباك بوينا مروهواهية دا أو بيشنگ و هزا بنگهين بو دا آواكرنا جباك بويني و بيشخصتنا ويدا هر وها جباكا دا 1 سالاري جباكا كوكهب و آزاد بو بشر و پفچون بو شافکانی عدالت تیده هبو لیب آوابونا سیستم دولتا بابک سالاری یا کل سر حساب کد و نرخ جنان هاتا آوا کرن هشت کو جنج آست و پیروزباهیان بپار بمینه جبر کو اف سیستم دزانه کو جن نی کل کرن و نکار به سروریا خوال سر جواک فرض بکه و برجواندین خوین دستلاتداری پیک بینه دویره بازی جن هم هاتنا کل کرن و هم جی همو قادن جیان ین سیاسی آبوری و چاندی هاتنا دور خستن پشتی گوگلک ایدئولوژی و پرسپکتیفن جهل ذهنیت دستلاتدار و هگمونیک ول سر هاتنا فرض کرن به وی آوای پشتی کو جن خداوندک بو هاتا کل کرن و تنما وک آلاو کی جبو آنی نازارو کن و بازرگانی و هر وها کارکر ارزان و به قیمت کرن روزا هشت آدار سال 1857 او ایشک بو ایش و توندیا کل سر جن دهات کرن جنا کل همبری کولتی ظلم او داگرکری رو بروما جهل ذهنیت زیند پرست و سیستم دستلات و تایبت جنا کو ظلم او کولتی نل سر خوا و نل سر جواکا خوا نپجران تینه هدف گرتن جدا کوشینا جنن سر سحر بند تا تا کوشینا کارکن گهان کارگهن تبرا ريزية جروزا لوكسمبورغ حتى ليلى قاسم جسارة فيدان ليلى حتى أبين وجيجينا أميني حتى جيان وناجيهان جويداد هند وسعدة حتى هدية جيجك وزينب صاروخان اف سيستم باش دزانه جنا تيجهشتي جديروكا خورا ويا كوتيكوشين دكي جبو آزادي و بدست خصنا ما في خوا خطریه که مازن لسر برجواندی و دستلاداریا وانه و تشتن کل سر لأفغانستان ایران ترکیه و سوریه چه دبه جقر کرنا ما فنجن و بکارانینا سوجن توندیه و کشتنه و بتایبتی لحرمن کو خاتنه داگر کرن جهلا دولتا ترک و ارمانجگرتنا پیشنگن شورشه و تشتی تگس اشکره دکه بناوی پلاتفورما چالاکیان احمو تبگر و رخصتنه جن دباکو رجلات سوریه ده به وی بونه پیروز روژا جشن جنان لحمو جنن جهان پیروز دکن و دسری د سرهلدان کزیان لإیران و بلاغبونا چروس کاوه سرهلدان بدروشمه جن جیان آزادی لحمو جهانه و اف سرهلدان نتنه تکوشینا جن جبوی آزادیا ویا لیبله جبوی آزادیا حمو هر وها انده روژه لریبر مروواهی عبدالله اوجلان پیروز دکن ایکو ایدئولوژی آزادیا رزگار کرنا جن دیانی مکریه داکو کاربن به فکر آزاد تکوشین بکن جبو آوا کرنا جواکه که آزاد و جیانه که بواتا كدهوث حيلو شرشويو الكيونو كنشو يوثو وطورو وهو كنشو امهويو كنشو كينو حيروس فيقو من حيفو وقروبه إلو بمولود التكسي نورونوي احدونوي أبوهوي ودهو على حشوبو دحطفيو ودلحيوثو دياقي روثو دأستو شلاح أستو من درغو ومن قاديشوثو ميطول دهولين تكسي يودعين دين لو مشتامال شعبود دأستو العام العالمي وبشعار المرأة الحياة الحرية نحو ثورة المرأة إن المرأة ومنذ فجر التاريخ قد لعبت دورا هاما وكبيرا في تحقيق الظاهرة المجتمعية لدى الإنسان حيث كانت القوى الأساسية لتكوين المجتمعية وتطورها وكان المجتمع الأمومي مجتمعا عادلا حرا خالي من العنف والحروب لكن وبولادة الأنظمة الهرمية الدولتية الأبوية والتي كانت على حساب اغتصاب وكدح قيم المرأة جردت المرأة من مكانتها ومن قدسيتها لأن هذه الأنظمة يعلمون أن لم يتم استعباد المرأة فلن يستطيعوا التحكم بالمجتمع وتحقيق مصالحهم السلطوية وبذلك تم استعباد المرأة واستبعادها من كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بعد فرض إيديولوجيات وتوجيهات كثيرة عليها التي هي من خلق وبدع الذهنية السلطوية المهيمنة حيث أصبحت بعد أن كانت آلهة عبدة ومادة معابة وآلة لإنجاب والسلعة وعاملة بائسة يائسة ويوم 8 من آذار من عام 1857 ميلادي هو غيض من فيض مؤاساة ومعاناة المرأة التي عانت وما زالت تعاني من نير العبودية والظلم والاستغلال والاستعمار من قبل الذهنية الذكورية والأنظمة الحاكمة وخاصة المرأة التي لا تقبل الظلم والعبودية لا على نفسها ولا على مجتمعها
من نضال النساء العنيدات الساحرات المشعوذات إلى نضال العاملات في معمل النسيج، ومن روزا لوكسمبورغ إلى ليلى قاسم، ومن سارة وفيدان وليلى إلى أبين، من جينا أميني إلى جيان وناجيهان، من وداد وهند وسعدة إلى هدية وتشيتشيك وزينب وغيرهن. إن هذه الأنظمة تعلم جيدا بأن المرأة الواعية لتاريخها والمناضلة لنيل حريتها وضمان حقوقها تشكل خطرا عليهم وعلى عرشهم ومصالحهم، وما نراه في أفغانستان وإيران وتركيا وسوريا من قمع لحريات المرأة وممارسة أبشع جرائم العنف بما فيها القتل، وخاصة في المناطق التي احتلتها الدولة التركية، واستهدافهم للقيادات والرائدات خير دليل على ذلك. فباسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، وبهذه المناسبة العظيمة اليوم العالمي للمرأة، نحيي جميع نساء العالم وفي مقدمتها انتفاضة الجدائل في إيران وانتشار شرارة هذه الانتفاضة بشعار المرأة الحياة الحرية في كل أنحاء العالم. هذه الانتفاضة لا تعبر فقط عن نضال المرأة من أجل حريتها، بل من أجل حرية المجتمعات أيضا. كما نهنئ هذه اليوم لقائد الإنسانية المفكر الأممي عبد الله أوجلان الذي أهدى لنا إيديولوجية التحرر المرأة في عيدنا للنضال بفكر حر من أجل بناء مجتمع حر وحياة حرة. كما ندعو جميع نساء العالم للتضامن مع انتفاضة المرأة في رجلات كردستان وإيران، وتوحيد مواقفهن وصفوفهن ونضالهن للرفع من وتيرة النضال ضد كافة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد المرأة والمنطقة. فقد آن الأوان لنحول هذا اليوم ليوم الحرية والتحول الديمقراطي كما حولتها النساء من حدث أليم إلى عيد وأمل بعد إضرابهن وإصرارهن وكفاحهن، ولنجعل من شهر آذار شهر للنضال والمقاومة لشهر عرش الإمبراطوريات وإزالة الأقنعة لإظهار حقيقتهم للعالم أجمع، ولنجعل من هذا القرن قرن حرية المرأة وديمقراطية المجتمعات. فباسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا نعلن عن بدء حملتنا حملة 8 آذار وبشعار المرأة الحياة الحرية نحو ثورة المرأة. تم إلغاء جميع الحفلات والفرق الفنية حدادا على أرواح الضحايا الذين فقدوا حياتهم تحت أنقاض الزلازل الذي دمر الكثير من مناطق باكوري كردستان وتركيا وشمال غرب سوريا. كما أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض لم يتم إخراجهم بعد والتعرف على هويتهم. ورأينا كيف تم تسييس حدث الزلزال من قبل الدولة التركية المحتلة والنظام السوري، ورفضهما دخول المساعدات المرسلة من الذاتية لشمال شرق سوريا للمناطق المنكوبة. لذا يتطلب من كل الجهات المسؤولة إدانة واستنكار هذه المواقف اللا إنسانية وتحمل مسؤولياتهم أمام كل ما يحصل من انتهاكات، وخاصة من الدولة التركية التي ما زالت تستمر بجرائمها واستهدافها لمناطق شمال وشرق سوريا. برنامج الحملة: 1. إعلان حملة 8 آذار في 28/2/2023 ميلاد. إعطاء المحاضرات في كل من المدن والقرى عن هذه المناسبة، إنارة مداخل المدن وتعليق اللافتات داخل المدن، منتديات وبرامج تلفزيونية من لقاءات وبلاتفورمات، مسيرات جماهيرية في كل المقاطعات في يوم 8 آذار. جنجيان آزادي، جنجيان